السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الريفلكسولوجي. بنكمل حلقاتنا مع بعض أعزائي المشاهدين، وبنتكلم على فن ومهارات تدليك نقاط الضغط المنعكسية في اليدين والقدمين، مع توجيهات سهلة كده التطبيق بتتعلق بالتقنيات الأساسية، بالإضافة إلى التعليمات الأساسية لمعالجة سلسلة من الأمراض. وفي هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين هنقسمها ونتحدث عنها مفصلا عن التطبيق على الذات، يعني كل واحد يقدر إزاي يعالج نفسه، اللي هو العلاج الذاتي. وأود أن ألفت نظر المشاهدين بادئ الأمر أنه يستطيع تطبيق تدليك نقاط الضغط المنعكسية على اليدين في أي مكان تقريبا، عندما يكون جالسا إلى مكتبه أثناء العمل، أو عندما يرتاح مساء. كما أود أن أشير إلى أن تدليك اليدين والقدمين يساعد على تخفيف الضغط، وينشط جهاز المناعة والدورة الدموية، ويساعد على التخلص من السموم، وينشط الوظائف الذهنية، ويزيد من مستوى الطاقة، ويعطي شعورا بالثقة وبالنفس وتنفسا عميقا. هذا ما يفعله الجلسات الريفلكسولوجي، بأن نقوم بتدليك نقاط الضغط المنعكسية في القدم، وهذا بيساعد الجسم على الشفاء بأسرع من تدليك اليدين. لأن رواسب، يعني كثير من الناس تتساءل لماذا القدمين، ولماذا تركز كل حلقاتك على القدمين؟ سأجاوب عليكم في هذه الحلقة، وأقول لكم بأن رواسب وفضلات الجسم تتراكم في أخمص القدمين، وبذلتها بيتحرر الجسم من العوائق والضغوط اللي بيشعر بها بين الحين والآخر. وأن نقاط الضغط المنعكسية في اليدين لا تحتوي على رواسب كثيرة كمثلاتها في القدم، لأن اليدين في حركة مستمرة، أما القدمين فهما دائما في سجن منفرد. وكثير من الناس يضحكون على هذه الكلمة، حقا أنهم في سجن منفرد بعيدين عن الضوء والهواء. لذلك فإن ترسبات الجسم تتراكم غالبا فيهما. أيضا الاعتناء بهما واليدين أيضا هو الطريق الصحيح للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه وتوازنه. وما كان تدليك النقاط المنعكسية يحتاج إلى اختصاص في هذا المجال فقط، يعني أحاول جاهدا خلال هذه الحلقات على أن أجعل من كل مشاهد وكل مستمع اختصاصيا يستطيع أن يتعرف على مشاكله الصحية وأعراضها وكيفية إزالتها. نتابع معا في المحاضرات العملية مع حلقات أخرى إن شاء الله. معكم سعد المصري معالج ريفلكسولوجي. للتواصل 012 36 90 535 كل يوم أحد، أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.